السلام عليكم حبايب قلبي. شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا اليوم جيناكم بحلقة حاب اوضح لكم شلون تعرفون الفرخ او الجنين موجود بالبيضة او ما موجود. طبعا اليوم صار لهن 4 ايام، يعني حاسب اليوم اللي مخليه بيهن، وهسه انا جاي افحص بيهن، يعني تقريبا متراوح 3 ايام هو يصير بنص يوم انا بنص نهار مخليهن. المهم على العموم بالاغلب يعني لا تحب تضبط البيض 4 ايام 5 ايام. شوفوا هسه عندنا هنا البيضة، شوفوا الجنين هذا هنا أنا بكبر الذبابة يصير، بس قلب وينتج، وهاي الشرايين. طبعا أنا راح أفحص البيض كليتهن، يمكن 22 بيضة ما أعرف إيش قد. هسه هاي عندنا بيها فرخ، يا الله. طبعا على لايت مال جالكسي مال موبايل، هاي الثانية. هذا الجنين مبين واضح، وطبعا بدون تصوير يبين أوضح، وبس قلب وينتج بداية يعني. هاي الثانية. طبعا لأنه البيضة شوية عليها وساخة، بس هي بيها فرخ، يعني أنا جاي أشوفها خارج التصوير. ودائما البيضة لا بيها وساخة، بس يلوحها ماي يصير نسبة نجاحها كلش ضعيفة، لأن البيض يدخل له، المهم عليه هواي معلومات. فهاي الفرخ دائما البيض البكان يكون تخلي للدجاجة اللي تبيضه بكان يكون ما بيه رطوبة، وهاي اللي يغسل البيض ما يغسل البيض، هذا كله يفسد البيض، يصير نسبة نجاح كلش ضعيفة. هاي عندنا هنا الفرخ، هاي مبين واضح، شوفوه. وطبعا عندي بعد وجبة مخليها، بس الوجبة اللي مخليها عمرها كبير. طبعا هو مبين، ها شوفوه، بس خارج التصوير يبين اوضح. بس انا منتظر تطلع وحدة ما بيها فرخ حتى اراويكم. شوفوا هسه عندنا هنا هاي وسخة، وعلى وسخها عوفها افضل من ما اغسلها، يعني من اغسلها المناعة اللي بالقشر تنتهي ويدخل فيروس وتموت الفرخ. هاي احكي قبل لا اخليها بالمفقسة. هاي هنا عندنا معلقة، بس انا منتظر بس القى وحدة ما بيها فرخ حتى اشرح لكم، حتى تبين اوضح قصدي. ها شوفوا الفرخ مبين ذاك هو. راح اوقف التصوير من هنا من ما القى بيضة ما بيها فرخ حتى تشوفون الفرق. طبعا وهسه لقيت البيضة اللي ما معلقة. شوف شلون تصير البيضة اللي ما معلقة صافية، كل شي ما بيها. بس اكيد نرجع على صفحة المح، هاي صفحة المح، شوفوا صافية. بينما انا نخلي هنا بيضة اللي بيها الفرخ، شوفوا الشرايين والمعرف ايش كلها كاملة. وقلت لكم بكبر الذبابة وبس قلب وينتج، وهذا هو الجنين صاير بالنص. وان شاء الله تستفادون من الشرح. ليش انا مخلي بعد هاي البيضة واقلب بيها وما اعرف ايش. وحتى اللي جوا الدجاج مو شرط الا مفقسة، شوفوا سايبيها. حتى اللي جوا الدجاج 4 ايام وتفحصن، حتى البيضة اللي ما بيها فرخ تطلعها، لان حرامات قاعدة عليها الدجاجة، والدجاجة نوبات لا جواها هواي بيض، تعزل قسم من البيض اللي جواها، يطلع من جواها 4 ساعات او 3 ساعات اقل يفسد الفرخ، يعني ماكو حرارة يموت. فبكان ما الفاسدة جواها والبيها فرخ تطلع لي برا، افحصهن واخلي جواها بس اللي ما بيهن شي. يعني هسه عدنا ما شاء الله، يعني بس هاي البيضة ما بيها فرخ، والبقية هذا البيض طبعا كليته معلق. وان شاء الله الشرح يعجبكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك.